المهم، فهو شنو أكثر الأشخاص اللي يروحون؟ أكثر الأشخاص يروحون هاي الأشياء هم مكتئبين، هم داخلهم فراغ روحي، داخلهم فراغ إنه ما يعرفون كيف يتواصلون مع الآخرين، ما عندهم شي بعقلهم، طاقتهم الروحية مع إلههم مختفية. ممكن يعاني من يعني وحدة، متوحد، فتشوف أنه يبحث على شيء للخروج من أزمته، خروج من واقع. طبعا هم كاتبين بالكتاب هذا، يقول لك على الرغم من تعرض المرضى لأي مخاطر عدة، يقول لك يحذر الممارسين من احتمال حدوث بعض الأعراض الجانبية. وهنا لازم نجي على كارثة، ما يقول لك شنو الأعراض، ما يقول لك شنو راح يدخل بالجسم، يقول لك راح تتطهر وننظفك. شو تنظفه يعني؟ مدافع تنظفه من شنو؟ يعني باوع كيف يدخلوا لك اللي شياطين وأشخاص إلى جسدك، وراح تعاني وتعالج نفسك بالشياطين. شوف الفيديوهات وابحث، شوف شلون الناس تبكي من دخول الشياطين بجسمها، شلون تتأذى، شلون تعاني بعد ممارسات هاي الرياضات، يعني تتأذى نفسيا، تتعب. يعني انت تمارس شيء بيه الشياطين، هذا يأثر عليك. المهم، يقول لك هو يعالج المعدة واضطرابات الهضم. يعني هي الدكتور اللي درس معدة واضطرابات المعدة ودرس تخصص 8 سنين، يجي شخص قاعد بغرفة عنده لايت، لو عنده شو اسمه سعفة، يضربك على بطنك وتصير زين. هذا منطق هذا الكلام؟ المهم اكو ناس تصدق وتدفع آلاف الدولارات يعني على هذا الأشياء. فأنت مصدق ممكن تريد تروح وتسافر حتى وتشوف شوف الشخص تدفع له فلوس حتى يعالجك؟ يعني هي رياضة يابانية، هاي الرياضة. يعني انت تجيب اشخاص يمارسون يذبون يطببون اشياء بجسدك، وانت تتألم وما تعرف شنو هاي الاشياء، يقولوا لك اوكي سوي جلسة اخرى، سوي جلسة اخرى، وانت ما تعرف شنو الاشياء اللي تطب على جسدك. يا اخي، بعدين يصير عندك انت تعيش مع شياطين داخلك هيسيطرون على جسدك. فانت متى تعرف ايش يصير بعدين؟ يعني مجرد ان تروح المكان، بعدين انه تدخل هاي الجسدك الاشياء، راح تتأذى، راح تعاني من عدم فهم اشياء تدخل لك، ما تفهم شنو هاي الاشياء. يعني انتبه، انتبه من الاشياء اللي حتصير لك. يعني هاي الكورسات تنباع حتى يخسدون
يحسنون وينظفوك وانت مصدق يعني تتنظف هاي الاشياء. المهم احنا نوعي الناس، نفهم الناس هاي الاشياء اللي تصير، بيه مخاطر هاي الاشياء واثار جانبية. يمكن يصير عندك ألم مع نفسك، فأنت تروح إلى مكان يبيعوا لك خيال ويسموه طب بديل واسمه علاج بالطاقة، ويدرسونك إياه ويعطوك شهادة ما تعرف منهم هذول شنو، وين راحوا ومين أخذوا شهادتهم. وبيشعوذة ويأخذون أموالك. وأكو الدكتور اسمه فوز كوردي يحكي يقول المقالات المنتشرة، يقول رسالته لدكتورة من المذاهب الفلسفية الإلحادية الروحية تطبيقاتها المعاصرة، نقلت لنا من عندهم أشياء وسموهم هي الريكي، العلاج بالريكي، العلاج بالتشي كونغ، ممارستها الوثنية يختلطها بين الدجل والشعوذة والسحر، وأن ادعى أصحابها تنمية القوى البشرية والمعالج النفسية. انتبه لأن انت تروح مكانات ما تفهمها، انه انت راح تصير حقل تجربة يدخلون كل هاي الشياطين داخلك وانت تتصور تتعالج. لا، ما يصير. لازم تعرف انه هذا الشيء ابحث عليه، شوف الاشخاص اللي مارسته ايش صار بها. اتمنى انكم تستفادون، تتعلم، حاول تبحث قبل ما تمارس شيء على جسدك. تحياتي لك، مع السلامة.